اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سي او ليفل الموسم الثاني. ضيف النهارده هو ضيف عزيز بينتمي لقطاع من قطاعات الواعده او القطاعات المهمه او الهامه في السوق المصري. مش هطول عليكم في المقدمات زي ما بحب دايما ان انا ما اطولش في المقدمات. ضيف النهارده هو المهندس علاء خضر، الرئيس التنفيذي لشركه سكوب العقاريه. برحب بيك معنا باشمهندس علاء. اهلا وسهلا استاذ حازم، طيب وشكرا على خلينا، الاستضافه. الله يخليك يا فندم، خلينا دايما بحب اعمل مقدمه تعريفيه لان الناس بالذات الشباب والحديث التخرج والموظفين في اماكنهم والحطابين في الجبال والعجائز امام المدفأه دايما بيعرفوا عايزين يكونوا ازاي يبقوا سي او الشركه بالشركات، وايه المسار اللي ممكن يمشوه حتى يصلوا الى هذه المكانه القياديه زي ما احنا بنقول. من هو المهندس علاء خضر؟ متى تخرج؟ من امتى؟ من كليه ايه؟ ومساره المهني والدراسي بعد كده. اوكي، انا اسمي علاء خضر، خريج هندسه عين شمس، الصرح العظيم ده سنه 2003. بعد التخرج بدات شغلي في مصر حوالي 3 سنوات، ومن ثم سافرت العمل في دبي، وبعد كده هو للسعوديه. ومن شركتي في السعودية جينا هنا لافتتاح الشركة في مصر، وعمل مزيد من التقدم في نواحي الشركة بالكامل، وبدأنا الاستثمار العقاري هنا من سنة 2020. طيب يعني حضرتك تخرجت من الكليه، اشتغلت 3 سنين في مصر، طلعت الى دول الخليج ثم في دبي، ثم من دبي الى السعوديه، ومن السعوديه تدرجت في داخل الشركه حتى تم اختيارك لتصبح رئيسا تنفيذيا لشركتها الجديده في مصر. هل انا كده فهمت صح؟ مظبوط. طيب صحيح مظبوط. اخر وظيفه شغلتها في الشركه في السعوديه وده هنتكلم عنه قبل ما توصل للشركه في مصر. هو أنا الحقيقة تدرجت في الوظائف عدة من الشركات، ودخلت مجموعة السويلم از بي ام او دايركتور، ومن بي ام او دايركتور توسعت الشركة جدا في مجالات عدة وفي دول مختلفة. وجينا فتحنا الفرع هنا في مصر سنة 2020، وحصلت على الترقية اللي هي رئيس التنفيذي لشركة سكوب مجموعة السويلم. طيب كلمني عن دراسة السوق المصري قبل الدخول. يعني طبعا لمن لا يعلم شركة سكوب هي أحد سكوب مصر هي أحد تابعة لشركة مجموعة سويلم السعودية، صح كده؟ أو صلح لو كنت غلطان. مظبوط. ودخلت السوق المصري زي ما حضرتك قلت في 2020. طيب ايه الدراسة اللي كانت موجودة على السوق المصري قبل اتخاذ قرار الدخول، وكيف تم اتخاذ قرار الدخول إلى مصر؟ الحقيقة قبل ما نيجي 2020 زرنا مصر كذا مرة قبليها، ممكن من 2017 و2018 و2019 لدراسة السوق. كان في بومينج كبير جدا في مصر في مجال المقاولات، وبما ان مجموعة السويلم احد اكبر شركاتها هي شركة محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات، كان الهدف ان احنا نخش مقاولات هنا في مصر. ده في 2017 على حسب رؤيتنا للبومينج الكبير اللي كان بيحصل في مصر في مجال المقاولات. بس بعد كده هو توجهنا في عدة من الدول ان احنا اقتصرنا على الريل استيت انفستمنت، وبالتالي جينا في مصر هنا هو كان القرار ان احنا ما نشتغلش مقاولات، ان احنا نشتغل ريل استيت انفستمنت فقط. وده الحاكم فيه التجارب العدة والنجاحات اللي شفناها في السوق العقاري في مصر. في نجاحات كبيرة طبعا في المقاولات، واحنا ما حبيناش الحقيقه نبتدي في المقاولات هنا، حبينا نبتدي النجاحات في السوق العقاري كما بدأنا في دول تانية وكما في السعوديه كمان. طيب رأس مال شركة سكوب مصر قد ايه عند التأسيس وكيف أصبح الآن؟ الحقيقه شركه سكوب هي شركه ناشئه، رأس مال المجموعه في السعوديه حوالي 550 مليون ريال. التمويل كله قادم من المملكه. ورأس المال 550 كام يا فندم؟ 550 مليار ولا مليون ريال؟ مليون ريال سعودي. آه. اوكي تمام. ده رأس مال الشركة. احنا طبعا الملاءة المائية بتاعتنا ممتازة جدا، بتقترن بمشاريع كبيرة مش في مجال بس المقاولات ولا الاستثمار العقاري. احنا المجموعة عندها حوالي 9 سبسيدرز او شركات، 9 شركات تابعة. شركات تابعة للمجموعة.
متعددة الأغراض الحقيقة، منها في البتروكيميكالز، ومنها في التعدين، ومنها في مجالات الطاقة وغيرها. يعني دي مجالات متعددة. فالملاءة المالية بتاعت الشركة بيدعمها عدة فروع، أكبرهم المقاولات والريل استيت. لا انا فاهم ان الملاءه الماليه للمجموعه السعوديه ملاءه كبيره وعظيمه وكل حاجه، بس انا بتكلم على شركه سكوب مصر. انت بتاسس شركه منفصله داخل مصر، وهذه الشركه بتتولى تطوير عدد من المشروعات بخلال هيكل تمويلي ما. عشان كده انا سالت عن راس مال الشركه جوه مصر، وعشان انطلق لمناقشه المشروعات ونموذج الاعمال. يعني راس المال الشركة هنا هو حوالي، ابتدأنا بحاجة بسيطة حوالي 20 مليون، وما زلنا بنتوسع فيه. إجمالي الاستثمارات اللي ضخت في مصر لغاية دلوقتي حوالي 400 مليون جنيه. دي في مشاريع عدة، منهم أكبر مشروع المقطم. والحقيقة إحنا ما زلنا بنضخ استثمارات كبيرة قوي في مصر قبل ما نبتدي الإنتاج الفعلي لمشروعات. طيب ده كلام جميل. خلينا نتكلم عن البدايه، الدخله. يعني انتوا لما اسستوا الشركه، ما هو اول مشروع تحصلتوا معي؟ انا معلوماتي ان انتوا عندكم 3 مشروعات حتى الان. ممكن حضرتك تقول لي اول مشروع اللي انتوا اسستوا على اساس الشركه كان انهي مشروع بالظبط؟ الحقيقه احنا اسسنا الشركه قبل ما ناخد اول مشروع بحوالي سنه. التاسيس ده كان بناء على ان افتتاح الفرع هنا لغرضين الحقيقه: لمساندة المشاريع بتاعتنا والإدارة في المملكة، وتاني حاجة إيجاد الفرص في مصر. بعد سنة تقريبا خدنا أول مشروع بحوالي تقريبا 500 مليون جنيه، كان استثمار عقاري في 10 عمارات كده. وخدنا مشروع ريتيل صغير لا يتعدى يعني 30 مليون، كانت كتجربة بدايات في مصر عشان نعرف سوق الريتيل عامل ازاي. وأخيرا وليس آخرا، من حوالي سنة وقعنا مشروع تطوير كورنيش المقطم بحوالي إجمالي العائدات المتوقعة فيه دلوقتي، وبعد التغير في خريطة الاستثمار العقاري نتيجة التغير في العملة، الانتسيبيتد ريفينيوز منها فوق ال 80 مليار جنيه. خلينا نتكلم على المشروعات الصغيره الاول قبل ما ننطلق للمشروع الكبير اللي هو بتاع هضبه المقطم. عندنا مشروع بتاع ابراج المعادي، ده حضرتك اول مشروع دخلته فيه ولا وطبيعته ايه بالظبط؟ هو طبيعته مشروع سكني عباره عن 10 ابراج، كل منها 2 بيزمنت زائد ارضي زائد 7 ادوار. ده مشروع سكني بالكامل. ابتدينا في التصميمات بتاعته، وحاليا هنبتدي في التنفيذ بتاعه. لسه ده اللي حضرتك ده حجم تكلفته قد ايه؟ استثماراته قد ايه؟ حجم تكلفته حوالي التكلفه الانشائيه حوالي 300 مليون جنيه، واجمالي العائدات المتوقعه فوق ال 600. فوق 600. وده في مرحله البناء دلوقتي ولا في مرحله ايه بالظبط؟ مرحله انشائيه ولا في مرحله اصدار التراخيص الاخيره. طب متوقع الانتهاء منه امتى يا فندم؟ متوقع بعد اصدار التراخيص خلال التايم فريم بتاعه 3 سنوات، بس احنا عاملين خطه مضغوطه انه ينتهي في 2 سنين. طيب خلينا نتكلم عن المشروع الصغير مره تانية عشان نتكلم عن هيكل تمويله قبل ما نخش على المشروع الكبير اللي هو البريمادونا بتاعتكم اللي هو هضبه المقطم زي ما بيقولوا. يعني المشروع الصغير ده هيكل تمويله عامل ازاي؟ بيتم تمويله ازاي؟ مشروع الابراج ال10 او المجاوره ال10 في المعادي سيتم تمويله بالكامل داخليا من الشركه بدون اي دخل من البنوك. المشروع احنا طالبين تمويل ليه من المملكه حوالي 110 مليون جنيه. احنا شغالين، طبعا القانون يسمح بالبيع على الخريطه او الاوف بلان سيلز يعني، بس احنا حابين نتيجه لتغير اسعار التكلفه بالذات ان احنا نبيع بعد تثبيت اسعار التكلفه. تثبيت اسعار التكلفه هي تقريبا بتمثل تكلفة العنصر الإنشائي في المشروع بالكامل. فاحنا التمويل اللي طالبينه هو من شركتنا في الرياض، اللي هو تمويل الهيكل الخرساني بالكامل للمشروع، ومن ثم نبتدي مبيعات.
يعني انتوا تحوطا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي، انتوا طلبتوا تكلفه مبدئيه للهيكل الخرساني، ومن ثم بعد كده لو لقيت لسه في الاوضاع الاسعار ما استقرتش او التكلفه لسه مش واضحه رايحه لفين بالظبط، ممكن تطلب تمويل تاني عشان قبل ما تبتدي تبيع اوف بلان زي ما بيقولوا. طبعا، لان مشكله المطورين حاليا كلها هي في تثبيت سعر البيع، وطالما ثبت سعر البيع مع الاند يوزر انا تكلفتي بتزيد، فاي امباكتس بتبقى على المطور. فاحنا عايزين نحدد الامباكتس دي او نقلل من الريسكس وتبعياتها علينا. طيب مين المقاول بتاعكم محلي؟ ما انتوا مش هتشتغلوا مقاولات في المشروع ده؟ لا، هنشتغل بمقاولين مصريين محليين. طيب ده كلام جميل. نخش على المشروع الثاني، هو المشروع التطوير اللي هو محافظة الجيزة، تطوير الشارع 306. خلينا بس نعرف ايه فكرة المشروع ده ودخلتوه ازاي، ولا في ناس كتير ما تعرفش ايه 306 بالظبط. هو مشروع انا شخصيا من سكان الدقي فشايف 306، فبس عايز اعرف المشروع ايه فكرته ودخلتوا فيه ازاي وليه والكلام ده كله. هو المشروع ده يعني ممكن نقول انه متناهي الصغر يعني بالنسبة لشركتنا، بس احنا خدناه كبداية وكعلاقة مع محافظة الجيزة. الحقيقة اتعرض عليها المشروع منذ ما يقرب من سنة ونص كاستغلال حق انتفاع الأرض بتاعت مشروع 306. مشروع 306 كان يعني بدأ يقل نجاحه نتيجة عدم المتابعة الجيدة يعني. فاحنا خدنا الأرض ومن محافظة الجيزة وتم تجديدها الحقيقة، وتم عمل منتج بنسميه النيبرهود كورتيارد، او مش عايز اقول مول الحي لانه مش مول، لانه حاجه خدميه جدا للحي. وبنفكر نكرر التجربه دي في كل احياء القاهره ان شاء الله. التجربه دي كانت بدايه. تقريبا صرفنا على التطوير حوالي 25 مليون جنيه مصري، مع ان مساحه صغيره جدا، بس عملنا فيرست كلاس نيبرهود كورتيارد عشان ينجح. والحمد لله هو في مرحله النجاح دلوقتي. انت عارف مراحل النجاح بتبقى صعبه من البدايات لغايه اما المشروع بيبقى ماتيور وممكن تعتمد عليه. طيب انتوا بتديروا هذا المشروع صح كده؟ بندير. العقد مع محافظه الجيزه ده عقد شراكه ولا حق انتفاع؟ هو العلاقه مع محافظه الجيزه هي علاقه تعاقديه ايجاريه. احنا مأجرين الارض لمده 5 سنوات وتجدد. تمام كده. ودلوقتي احنا في مرحله التشغيل، وهل في كلام عن تكرار التجربه في حته تانية؟ واذا كان تكرار في حته في كلام من النوع ده، ايه هي المنطقه التاليه بالظبط؟ في كذا موقع في محافظه القاهره ومحافظه الجيزه كمان بنتناقش عليهم مع المحافظتين. طب ممكن تغششنا تقول لنا المكان فين بالظبط او الاماكن فين اللي بتتكلموا عنها؟ لا تحديدا لا، لان دي مناقصات ومزايدات فمش هقدر اتكلم عليها حاليا. خلينا نخش على المشروع الكبير او المشروع الاهم من مشروعاتكم داخل مصر، اللي هو مشروع تطوير هضبة المقطم. عايز اعرف فكره المشروع جت منين؟ هل انتوا اللي عملتوا ابروتش للمالك، ولا المالك اللي كان عامل مناقصه، ولا ايه القصه بالظبط؟ وايه الهدف منه؟ يعني ايه هضبة المقطم اصلا عشان الناس بس اللي ما تعرفش؟ الحقيقه من حوالي 3 سنين ونص تعرفنا على شركه النصر من باب البحث عن فرص في مصر، وكانوا ساعتها في طور انهم يصدروا منافسه على مشروع المقطم. المنافسه دي تمت اوريدي ودخلنا فيها، قعدت ما يقرب من 4 شهور، وقدمنا الاسعار بتاعتنا مع المنافسين. والحقيقه بعد ما المنافسه كنا احنا احسن الاسعار، وعملنا التصميم. مش عايز اقول التصميم، هو فكره مبدئيه للمشروع وليس التصميم، وعرضناه على شركه النصر ولاقى القبول، وبعد كده اتعرض على الشركه القابضه، ثم عرض على مؤسسه الرئاسه وتم الموافقه عليه. ودخلنا في تطوير العرض ومباحثات كبيره جدا لتحسين، وكان الاطار بتاعها تحسين نسبه شركه النصر
از لاند لورد او كمالك للارض، لان احنا دورنا كمطور يشمل كل الاكتيفيتيز من اول التصميم والتسويق والمبيعات وحتى الصيانه والاوبريشن بتاعت المشروع. فالدور ده كان دور كبير جدا، والتمويل هو الاساس في اي مشروع عقاري، ومشروع زي ده كبير تكلفته تفوق حاليا ال 40 مليار جنيه. العبء هيبقى علينا كبير جدا سواء تكنيكال او ماديا. فعشان كده حصلت مناقشات كتيرة في النسب، وتم توقيع العقد في شهر 4 2022. وتم الاستقرار على نسبه 22% من ايراد لشركه النصر ولا كام بالظبط؟ مش 22%، الحقيقة هي مقسمة على حسب تكلفة الإنشاء. يعني الأرض اللي هي تقريبا شبه منبسطة نسبة شركة النصر 30%، ودي نسبة عالية جدا في مجال الاستثمار العقاري، نتيجة لأن المنتج بتاعنا هو شقق متشطبة وفلل نص تشطيب، فالنسبة بتعلى جدا مع الشقق المتشطبة على عكس الشقق النص تشطيب. الاسلوب النسبة فيه أقل لأن تكلفة الإنشاء عالية جدا، وهكذا. إجمالي تقريبا حوالي 22% أو متوسط 22%، وقد تزيد لشركة النصر مع المبيعات إن شاء الله، لأن الريفينيوز المتوقعة زادت. هي النسبه دي من صافي الارباح ولا من الايرادات يا فندم؟ لا، من الإيرادات. من الايرادات دايركت يعني. طيب آه. ده كلام جميل. طب ده خليني اسال سؤال يعني مدفوع بالفضول، يعني اذا كنت انت هتدي من ايرادات 22% كافريج كمتوسط لشركه النصر، فانت المارجن بتاعك هيكون قد ايه؟ يعني لازم تتكلم عن على الاقل لو انت بتتكلم عن شيرنج ريفينيوز يعني او بروفيتس، فانت لازم تبقى عامل 50% مثلا، ولا انا غلطان؟ طبعا طيب. طبعا هو بكل الحسابات انها بما انها شركه حكوميه مش ممكن تدخل في الارباح، لان التكلفه هيبقى عليها ضوابط كتيره من جهات رسميه، وما فيش شركه حكوميه بتخش في التكلفه ابدا يعني. فعشان كده دخلوا بنسبه من المبيعات او الريفينيوز يعني. بس بالموازنه الربح هيقسم 50-50، يعني كأن هم واخدين تكلفة الأرض وفوقها 50% من أرباح المشروع، وإحنا بالتمويل الكامل وكل أدوات الديفلوبمنت هناخد 50% من الأرباح. عقد كويس شركة النصر من وجهة نظري يعني. طيب إحنا كل المطورين الكبار تقريبا بيتراوحوا في النسب دي، اللي هو ما بين 20 ل 25%. طيب لأن ده متوسط، ده متوسط السوق في الشراكة زي ما أنت بتقول. طيب قطعة الأرض هي 1.7 مليون متر. إيه المشروع فكرته إيه بقى؟ يعني أولا مكانها فين بالظبط في المقطم؟ ثانيا كيف سيتم استغلالها بالاستثمارات الكبرى اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ هو احنا عندنا المشروع مقسم ل3 أجزاء الحقيقة. في توب بلاتفورم وده طوله حوالي 5 كيلو و300. التوب بلاتفورم ده شريط بيضيق ويتسع يعني من أول 20 متر لغاية 200 متر. ده التوب بلاتفورم، وده المنظر الراقي جدا اللي ما حصلش في أي حتة تانية، المطل على أهرامات الجيزة وأهرامات سقارة ومتحف الحضارات والنيل حتى يرى من المنطقة دي، وبحيرة عين الصيرة وبحيرة عين الحياة. فده التوب بلاتفورم. بعد كده هي الارض دي اللي هي في اعلى المقطم اللي هي كان فيها اماكن الهضبه العليا، اماكن لهو وحاجات لطيفه زمان، ولا مظبوط؟ صح كده؟ هي ليها شهره هذه المنطقه يعني، هنيئا لك طبعا. وتحت الشريط ده في السلوبس او الميول او المصاطب كما يقال عنها، يتراوح فرق الارتفاع حوالي 70 متر او فرق المنسوب 70 متر بين أعلى نقطة في الميول لأقل نقطة، والعروض بتتراوح بين 150 ل 350 متر. المصاطب دي طبعا جبنا من أكبر المكاتب الاستشارية اللي اشتغلت معانا
مكتب ABCG لعلوم التربه والاساسات، وادانا ريكومنديشن المصاطب هتتعمل ازاي. هنا تكلفه استصلاح الاراضي او الريميديال وركس بتاعت الاراضي هي اللي عاليه جدا، اللي هي التكلفه لعمل مصاطب تصلح للانشاء عليها. المصاطب دي طبعا هتدينا مساحه، هي مساحتها تقريبا حوالي 900 ألف متر مربع. ممكن نقدر نستغل حوالي 30% منها اللي هم 300 ألف متر مربع as a area can be developed، يعني ممكن تطوير عليها. وطبعا بناخد نسبة حوالي 23% منها أو 25% الفوت برنت بتاعت المباني أو أرض المباني. تمام. يعني دلوقتي المشروع هينقسم الى كورنيش او ممشى، يعني هو الناس هتمشي تبص على القاهره والاهرامات من فوق، ثم تحتي لو صلحني لو انا غلطان هيبقى الجزء الانشائي اللي هو هيبقى وحدات سكنيه وتجاريه، صح كده ولا انا غلطان؟ هو الديزاين تقريبا في اللمسات النهائيه بيعملوا اكبر مكتب في العالم، مكتب فوستر. تقريبا الديزاين متماشي مع اللي انت قلته. هيبقى فيه بوليفارد رود بكامل ال5 كيلو. البوليفارد رود ده عرضه اقل عرض فيه 10 متر، هيبقى ممشى للجميع. في مسارات طبعا للمشي وللبايكس للدراجات. بينزل من البوليفارد رودز ده شوارع، في شوارع للخدمة تمر فيها الكتريكال باسز، وهيتخلل السلوبس مع التوب بلاتفورم، هيتخلل دي مباني متعددة الأغراض. فيها هيبقى فندقي، في ترفيهي، في سكني، وفي إداري وغيره. يعني المباني كلها متعددة الأغراض، وحرصنا أن يكون في تنوع كامل في المشروع. المشروع قائم فكرته على 5 نودز أو 5 أماكن رئيسية أو 5 أماكن جذب. اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي 5 نودز اللي هو الكورنيش مع المصاطب، بحيث بين المسافة بين النود والتانية حوالي 15 minutes by walking. احنا مش معتمدين السيارة هنا اهو، غير انها تيجي تركن والناس تتمشى. بنخلق بيئة جبلية او تجربة جبلية فريدة، المشي بين الكومبوننتس بين المشروع. ال5 نودز دي كل نود هتبقى متكاملة، مش هتبقى في نود فاضية على مدار اليوم. يعني لو في نود فيها مكاتب إدارية هيبقى فيها جزء سكني، عشان المكاتب الإدارية ما تقفل بالليل يبقى في جزء حي بالليل وفيها ترفيهي وفيها تجاري. وبين التو نودز هيبقى في ممشى راقي جدا بما يليق مع الرؤية من المقطم. وكمان هيبقى في حديقة كبيرة جدا تخدم النودز دي بالكامل. طيب اهم حاجه بس تحافظوا على طبيعه الجانب الترفيهي، يعني حافظوا على طبيعه المنطقه، يعني زي ما كما هي في مخيلتنا قبل كده يعني. لا، هتبقى احسن. والطبيعه الجبليه الحقيقه احنا مستغلينها بشكل امثل، وعشان كده جبنا مصمم اجنبي وعين جديده على مصر عشان نطلع ببرودكت عالمي وفي نفس الوقت ملائم للطبيعه الجبليه اللي احنا مش عندنا. المصممين في مصر يعني ما عندهمش الخبرة في تصميم الجبال قوي، فاستعنا بالخبرات الأجنبية عشان كده. طيب هاي السؤال بقى الكبير في القصة دي، مشروع زي ده بحجم استثماراته بيتكلم عن 80 مليار جنيه، حضرتك قلت لي صح كده وانا غلطان؟ بس في جزء ثالث اللي هو الأرض المنبسطة تحت في الهضبة الوسطى. ده جزء ثالث في المشروع؟ ده هيبقى فيه ايه بقى؟ الأرض دي مساحتها حوالي 750 ألف متر مسطح. الأرض دي هتستخدم ككومباوند سكني بنسبة 80% مع بعض الأنشطة اللي فيه من تجاري وإداري. اوكي، يعني في جزء تاني سكني في الأساس كومباوند ومع أنشطة تجارية وإدارية ملحقة بيه أو موجودة بداخله، صح كده؟ صحيح. الأرض دي حتى تم التطوير ليها من قبل القوات المسلحة والحكومة بعمل محور الحضارات اللي هيطلع من أمام متحف الحضارات ويخترق الأرض بتاعتنا واصل لمحور ياسر رزق. يعني هو قسم الأرض عندنا نصفين، والنصين بقى أحسن من بعض.
يعني يعني التطوير كبنيه اساسيه ومرافق تم في المنطقه دي زي ما حضرتك قلت من جانب الدوله، ثم وانت بالتالي جاهز انك تبتدي تشتغل في الارض بتاعتك. احنا دلوقتي في مرحله الانتهاء من التصميم، الاربن ديزاين، واعتماد المخطط العام للمشروع. طيب في السؤال، ارجع للسؤال الكبير زي ما قلت لك، هو في بحجم هذه الاستثمارات اللي هو الضخم، بنتكلم عن 80 مليار جنيه، اكيد في مرحله اولى مثلا هتحتاج الى حجم كبير من الاستثمارات. الهيكل التمويلي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي هيبقى تصورك او هيبقى عامل ازاي بالظبط؟ هو الحقيقه احنا لغايه دلوقتي مرينا بمرحله التصميم، ومرحله التصميم دي والدراسات اللي حصلت استهلكت كم من الاموال برضو كلها مموله داخليا من الشركه، بيقرب من دلوقتي من فوق ال 400 مليون جنيه نتيجه الدراسات اللي اتعملت كلها. ما يجي التنفيذ ان شاء الله يبتدي التنفيذ. احنا عندنا محافظ تمويليه متعدده، الاساس فيها هيبقى الايكويتي بتاع الشركه، ده الاساس. الحاجات التانية مختلفة، أو البرامج التانية التمويلية مختلفة من عدة بنوك، وأولهم صندوق دعم للصادرات السعودية. احنا في مفاوضات معاه دلوقتي عشان نجيب المواد الخام للمشروع من المملكة، لأن في الأساس احنا شركة سعودية وده أهم ذراع لتمويل المشروع. برضو عندنا علاقات مع بنك التمويل الآسيوي وغيره لتمويل المشروع. أهم حاجة أن المواد كلها معظمها سوف تمول عن طريق شركتنا السعودية. طيب ده كلام جميل. فيما يتعلق بالجزء اللي تم انفاقه حتى الان 400 مليون جنيه، هيتم بيه راس مالة الشركه نفسها اللي هي بتاعت سكوب مصر؟ يعني 400 دي دلوقتي متحمله كمديونيه على شركه سكوب مصر، صح كده؟ طبعا هيتم تحويلها طبعا لراس مال بعد كده بالاضافه لاجزاء اخرى، لان حجم الاستثمارات كبير جدا يعني. الحقيقه يعني احنا في البروسيس دي، بس مش هو ده المهم في الفتره الحاليه، على قد ما مهم ان احنا ناخد التراخيص ونبتدي المشروع. الامور الاداريه احنا ماشيين فيها بالتوازي. يعني حجم الانفاق بالنسبه لراس مال الشركه اضعاف مضاعفه حاليا، بس ما اهتمناش ان احنا نرفع بيه راس مال الشركه، بس هو داخل في مصاريف تحت التشغيل للمشروع. طيب التمويل قلت لي جزء كبير من التمويل هيكون عن طريق صندوق دعم الصادرات السعودي، وده كلام مهم، لان واضح ان هذا الصندوق انا ما عنديش معلومات كافيه عنه، وحضرتك هتقول لي بيشتغل ازاي لانه ده جزء من هيكل تمويلك. ان انت هذا الصندوق هيدعم الشركات السعوديه اللي هي هتصدر لكم المواد الخام، ولا هيدعمكم انتوا، ولا ايه القصه بالظبط؟ لا، هو الصندوق ده انشئ خصيصا لدعم المصنعين السعوديين. تمام. اوكي، زي اي اكزيم بنك في العالم، هو تمام. بيدي فاسيلتيز للمستورد للبضائع السعوديه. هو بيدفع للمصنع السعودي ما قيمه المواد اللي خدناها منه دايركتلي، وبيقسط لنا هذه الدفعات، وبالتالي يعتبر ده تسهيل كتسهيل بنكي او كنوع من انواع التسهيل للشركه السعوديه اللي هي في مصر دلوقتي. طبعا هو الاساس فيه هو تشجيع الصادرات السعوديه للخارج. انا فاهم هذه الايهات موجوده في كل حته او في دول كثيره يعني حول العالم يعني. صحيح. فانا حبيت اعرف طبيعه عمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، فتره التسهيلات اللي بتاخدوها قد ايه من الصندوق ده؟ هو فتره التسهيلات هي مده المشروع حوالي 5 سنوات. مده التنفيذ احنا طالبين منهم جريس بيريود حوالي 2 سنين، ويبتدي توريد المواد مع بدايه المشروع على طول. طب حجم المتوقع للمواد اللي هتاخدوها من هذا، حجمها قد ايه؟ قيمتها قد ايه المواد البناء؟ حوالي 750 مليون ريال سعودي. ده حجم المواد البناء اللي انت بتتكلم حضرتك عن اسمنت وحديد وايه تاني؟ لا مش اسمنت، احنا بنتكلم على الحديد. احنا الاسمنت هنجيبه هنا من مصر لان نقله مكلف. انا بتكلم على الحديد، المواسير، ممكن نخش في السيراميك، المواد الصحيه، كل الادوات الصحيه وكل الحاجات دي. اوكي، ده سيتم استيراده اعتمادا على التسهيلات التي يتاحها صندوق الدعم الصادرات السعودي.
وفي التفاوض مع بنك التمويل الاسيوي ده حضرتك بتتكلموا معاه دلوقتي في تسهيلات برضو ولا في قرض ولا ايه طبيعه القصه بالظبط؟ في تسهيلات لتشغيل المشروع. لا مش فاهم يعني ايه تسهيلات لتشغيل المشروع يعني الاوبريشن بتاع المشروع انت محتاج مواد ومحتاج مصاريف لتشغيل المشروع من مقاولين وغيره. بنك الصادرات السعودي مش بيدي تمويل للمقاولين. البنك التمويل الاسيوي بيدي تسهيلات للمقاولين. طب في رايك وفقا حتى النموذج الاعمال اللي بتشتغلوا بيه في حتت تانية غالبا هيبقى شكل الهيكل التمويل عامل ازاي؟ قد ايه ايكوتي وقد ايه تسهيلات بنكيه؟ 60 40 60 بيبقى البنك و40 ايكويتي. وده نموذج انتم متعودين عليه في مشروعاتكم صح كده تمام؟ الحقيقه احنا في مشروع دلوقتي في سلطنه عمان تابع لشركه سكوب، واوريدي احنا بدانا التنفيذ فيه، والتمويل مع بنك صحار حاليا هو 60 40 الموديل. طيب معدل العائد على الاستثمار، معدل العائد الداخلي على الاستثمار في القطاع العقاري في مصر قد ايه؟ هو الحقيقه دلوقتي اختلف تماما، وعشان كده يعني احنا لما عملت الدراسه وانت جاي بتدرس مع الناس قبل ما تقرروا الدخول بغض النظر حصل ايه بعد الدخول كان معدل عائد قد ايه؟ دلوقتي في تقديرك قد ايه؟ يعني مع طبعا مع معلوماتنا كلنا ان هو تقدير في النهايه يعني. الحقيقه اخر تقرير من السافلز اللي بيعملوا لنا دراسه الجدوى ودراسه البيست يوز ستادي بتاعت الاراضي، المتوسط الاي ار ار على الدراسه الاخيره حوالي 18%. 18%. ده دراسه بقى لها قد ايه يا فندم؟ بقى لها حوالي 3 أسابيع. طيب يعني دراسه حديثه تؤكد ان معدل العائد الداخلي في مصر في ادنى مستوى يعني في القطاع، يعني 18% ده معدل يعتبر ضئيل بالنسبه للقطاع العقاري. وطبعا اتس مور كونسرفاتيف عشان اللي بيحصل في العمله وعدم استقرار. هو لازم يبقى الدراسه فيها دراسه متحفظه عشان دي بغرض الاستثمار، فبتحاول تاخد اعتبارات اكثر محافظه يعني بصوره او باخرى. صحيح. طيب سؤال اخر، هل في مشروعات اخرى بيتم دراستها حاليا داخل مصر؟ الحقيقه لا، احنا بدايه مشروع المقطم عايزينها تبقى بدايه كبيره، اتعرض عليها مشروعات كبيره بس احنا كان في قرار مجلس إدارة بالتركيز في المشروعات اللي في إيدينا بالإضافة إلى مشاريع في دول أخرى يعني. طيب إمتى هيبقى أنتوا شغالين فول باور؟ يعني إمتى هتبتدوا؟ يعني أنت منتظر الموافقات، متوقع إمتى تبتدي بقى تضخ الاستثمارات بصورة متسارعة للإنشاءات؟ متى حضرتك متوقع؟ الربع الأخير من 2023. ومفيش اي كلام عن تدفقات جايه لكم اوف بلانس مبيعات مع الخريطه زي ما بيقولوا في الوضع كل ده اللي هتشتغلوا على فكره ان انتوا هتضخوا استثمارات لغايه لما تصلوا لقرار بالبيع على الخريطه لما الدنيا تستقر شويه، صح كده؟ صحيح. حتى احنا اوريدي بدانا او في الماركتنج استراتيجي بتاعتنا، بس اللونش هيحصل بعد البدايه ممكن في الربع الثاني من 2024. سؤال اخر، الشركه دخلت في مصر من 2020، من ساعتها وانتوا عمالين تضخوا استثمارات وتقريبا ما فيش عوائد الا في ال 306 يعني، وطبعا عوائد زهيده بالنسبه لحجم الاستثمارات الضخمه اللي انتوا دخلتوها. متوقع يعني وانت الاداره في المجموعه في السعوديه وانتوا بتتكلموا، يعني انتوا كنتوا بتتكلموا وبعدني بقى عن قصه اللونج تيرم انفستمنت، يعني دي كلام سبيسيفيك يعني سبيسيفيك حوالين متى شركه الوحده في مصر اللي هي شركه سكوب هتبتدي تتحول تبقى بريك ايفن وبتبتدي تطلع ارباح. هو الحقيقه احنا متوقعين في 2024 يبتدي الريفينيوز تبتدي للشركه. في ضغط طبعا من كل المديرين في المجموعه عشان التوقعات دي، وفي طبعا خطه 5 سنين احنا عاملينها للتدفقات الماليه للشركه، وبنتناقش فعلا مع البنوك بناء على كده، عشان الانفستمنت اللي هيحصل من خلال البنوك لازم يبقى مضمون بعائدات انتسيبيتد في خلال ال5 سنين الجايين. المتوقع في 2024 تبتدي الريفينيوز. البريك ايفن بين التمويل الداخلي والتمويل البنوك متوقع يبقى 2027. 2027 طبعا ده توقع اعتقد انه يعني في ظل الظروف الحاليه وتوقع
مناسب جدا، ومش عايز اقول متفائل يعني، بس هو يعني هو توقع يعني خلينا نقول مناسب يعني، مش عايزين نتورط في اكتر من كده. طيب الحاجه اللي عايز اسالك عليها دلوقتي، يعني لازم اسالك السؤال ده قبل ما ارجع تاني للشركه. انت اشتغلت في السوق الخليجي والسوق السعودي، وجيت بقالك 3 4 سنين، واشتغلت طبعا في مصر، بس ده نعتبرها فتره البدايات، لا تعتبر يعني اكتر من خبره مواقع زي ما بيقولوا يعني. انما خلينا في دلوقتي كبزنس بقى. رؤيتك للسوق المصري دلوقتي ايه بالظبط فيما يتعلق بالقطاع التطوير العقاري؟ لو حبيت توصفه، حبيت تقول ما هو المطلوب عشان حل المشكلات او التحديات اللي احنا حضرتك بتشوفها في السوق. صحيح. هو السوق المصري من أكبر الأسواق طبعا في الاستثمار العقاري، وفي الشرق الأوسط بالكامل، يعني مش في المنطقة العربية. بنتكلم في الشرق الأوسط. المنافسين ليه تقريبا هم دولتين، سواء تركيا أو الإمارات. السوق السعودي مع كبره ده أكبر مستثمر عقاري هي وزارة الإسكان، وما فيش مطورين كبار في السوق السعودي زي مصر هنا. احنا عشان كده ده من اساسيات ان احنا جينا لبدايه تطوير عقاري على سكيل كبير في مصر. السوق يتميز سوق الامارات والسوق تركيا بالذات الاثنين عن السوق المصري في مدى نسبه المبيعات الخارجيه، اللي هو تصدير العقار، المصطلح اللي يطلق في مصر كتير يعني. كتير من المشاريع في تركيا بيتباع 50% منها تقريبا لمن هو خارج تركيا. والإمارات السنة اللي فاتت كانت عاملة أرقام كبيرة جدا، بيتكلموا في حوالي مبيعات ما يقرب من 200 مليار درهم. احنا ما وصلناش للرقم ده في مصر، مع فرق الحجم الرهيب في الطلب بين هنا وهناك، بس الطلب هناك خارجي أكتر، وإن كان له عوامل سياسية بعد حرب أوكرانيا وغيره. بس إحنا في مصر هنا عندنا مشكلة في تثبيت العملة والإنفستمنت اللي بيحصل في العقار خارجيا ومردوده. لو قدرنا نظبط المنظومة دي على قد ما نقدر، والمبيعات الخارجية تبقى أكتر مما هو مستهدف، يعني كل المطورين حاليا مستهدفين حوالي 10% فقط، إحنا بنتمنى ان احنا نوصل ل 50% بشركتنا اللي موجودة في اكتر من دولة. وبالتالي احنا يعني شغالين على كده من دلوقتي، ان احنا يكون لينا معارض دولية في عدة دول، منها دول الخليج والدول الأوروبية، عشان المبيعات في مصر. طب انتوا موجودين كمطور عقاري في كام سوق بالظبط يا فندم؟ احنا موجودين في المملكة وفي عمان وفي كوت ديفوار وفي مصر. طيب هل انت شايف ان شركه سكوب بهيكل مساهميها او مساهمها الرئيسي طبعا او الوحيد هو المجموعه السعوديه، هل شايف ان هي تقدر ان هي تخترق قصه التصدير العقاري؟ يعني بمعنى، خليني اوضح السؤال بالظبط، لان طول الوقت تتكلم عن مصطلح في مصر، بتتكلم عن مصطلح تصدير العقار، وبنقول كثير من الضجيج بلا طحن يعني. فهل انت الاسباب ده ليها علاقه بتحديات وطبيعه الوحدات، وناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، انما هل انت شايف انك تقدر توصل لل 50% ده من خلال هذه التركيبه بتاعتك، ان انت بتنتج وحدات عارف ان هي مناسبه للمستثمرين اللي انت مستهدفهم خارج مصر، ثم قادر على تسويقها خارج مصر؟ وهل شايف ان الشركه السعوديه تقدر تغرد خارج السرب زي ما بيقولوا وتوصل ل 50%؟ احنا بالفعل بدأنا في إجراءات تنفيذية للوصول للطموح ده. أول إجراء الحقيقة إن احنا خدنا رخصة في المملكة، وبدأنا ناخدها في دول الخليج بالكامل، رخصة بيع للغير. يعني احنا كشركة لينا one of the subsidiaries في السعودية خدت رخصة البيع للغير، يعني ممكن يبيعوا لشركة منتج شركة سكوب من عندهم دايركت بدون الرجوع لسكوب از ليجال وايز، يعني قانونيا هم ممكن يبيعوا. فده واحد من اكبر التحديات اللي بتواجه. انا مش ببيع ببروكرز بره، انا ببيع بشركتي بره، وهكذا. فبدأنا اوريدي ناخد خطوات بكده. اول شركة خدت الترخيص ده في الرياض في السعودية، وبنطبقها في دول الخليج، وحاليا بنسعى
ان اول فرع لينا يبقى في اليو كي كمان للشركه دي. فانت مش شايف ان هي 50% دي حاجه متفائله، شايف ان هي في خطه فعلا لتحقيق نسبه ال 50% مبيعات في الخارج، صح كده؟ هو تحدي كبير طبعا، تحدي كبير، بس احنا بدأنا نشتغل عليه من بدري عشان نوصل للنتائج المرجوة دي. طيب هل ممكن تقول لي 3 نصايح المطور العقاري في الوقت الحالي يعملها في التوقيت اللي احنا فيه؟ الحقيقة التحوط هو أكبر نصيحة، وزي ما في مميزات جدا للبيع اوف بلان سيل، ان هو وسيلة التمويل الوحيدة للمطور في مصر تقريبا، لان احنا ما عندناش مورجج هنا هو في مصر نهائي يعني. فالتحوط على قدر الامكان هي النصيحة الوحيدة. لان المطورين دلوقتي واقعين في مشكلة كبيرة، الفرق ما بين المبيعات وما بين التكلفة. التكلفة ضعفت خلال السنة الأخيرة، والمبيعات مهما حتى زادت نسبتها not adapted مع الأسعار الكوست الحالية. طيب هل في نصيحة للمستثمر العقاري أو من يرغب في شراء عقار؟ الحقيقة دلوقتي المستثمر العقاري ما بقاش هين جدا، بقى في عنده معروض كتير وفي منافسات كتيرة جدا. بس المعروض كتير في السوق، وشركات الاستثمار كتيرة، منها شركات رائدة ومنها شركات متوسطة وشركات صغيرة. طبعا احنا بننصحه بالتأمل في الباك جراوند بتاع الشركات ومدى مصداقيتها في مشاريعها السابقة. يعني الجدارة، سابقة الأعمال وسمعة الشركات اللي أتعامل معها يعني. مظبوط. طيب أنا سعدت بهذا اللقاء جدا